السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن بالكريمة والمانجا بطريقة بسيطة وسهلة جدا وفي نفس الوقت ناجحة. الطبق ده مشهور دلوقتي قوي في كل محلات منتجات الألبان، والمحلات الكبيرة بيبيعوه غالي. طب ليه؟ طيب نشتريه بسعر غالي واحنا ممكن نعمله ما يتكلفش حاجة. اللبن موجود في البيت والرز والسكر، هو بس شوية الكريمة والمانجا وخلاص. دول 4 معالق رز مغسولين كويس ومتصفيين. هحط عليهم 1.5 كوباية مية واسيبهم على نار عالية كده لحد ما يغلي ويشرب ميته. هوطي عليه. دول 4 معالق لبن بودر، و4 معالق كريم شانتيه والقشطة، و1.5 كيلو لبن. الرز زي ما قلنا اهو شرب كل السوائل اللي فيه. هنزل باللبن، حطيت الاول الكيلو ده وبعدين حطيت نص كيلو تاني. اقلب كويس، ودي 1.25 كوباية سكر. انا حطيت الاول نص كوباية السكر ودقته علشان خاطر لازم يبقى دلع يا جماعة، عشان خاطر الكريم شانتيه اللي هيتحط جواه والكريمة اللي هتتحط فوقه ما يبقاش كله بقى حاجة ما تقدريش تاكليها من كتر السكر. خليه دلع، خليه دلع على قد ما تقدري. انا حطيت نص كوبايه السكر دي، كانت يا دوب كفايه، وكان مظبوط جدا مع بقيه المكونات. انا دلوقتي بقى هجيب اللبن البودر هنزل بيه. بيعلي التست يا جماعه وبيخليه في مكان تاني وفي حته تانية خالص. اللبن البودر قلبي كده بالمضرب السلك بالراحه. وبعدين هنزل بالكريم شانتيه. برضو الكريم شانتيه ما بتحطيه برضو بودر كده، في نسبه سكريات، وبرضو بيعادلك الطعم اللي انتي مقلله السكر فيه. قلبي بقى كده عشان ما يكلكعش منك. وهننزل بالقشطه. ده كل ده بعد ما غلي الكريم شانتيه واللبن البودر والقشطه، بعد ما غلي. وهننزل بقى بالقشطه برضو لحد ما تدوب كده. انا خدت وش اللبن شلته على جنب وحطيته بعدين. هنزل بقى كده بالمعلقه عشان اعرف ادوب القشطه. هو كده السكر اتظبط تمام وبقى زي الفل كده. فاضل على النشا. هجيب بالظبط 3 معالق كبار نشا، هدوبهم في شويه ميه، وهحط على حسب ما هيلف. لف معاكي باقل من كده مفيش مشكله، هوريكي السمك دلوقتي. لف معاكي باكتر، حطيتي ال3 معالق دول وما لفش عشان كل نوع نشا مختلف عن التاني، حطي برضو. المهم توصلي للسمك اللي انا هوريهولك دلوقتي، ما يبقاش ماسك وما يبقاش سايب بالشكل ده. وهو بعد كده هيجمد، يعني هيجمد سنه، هيبقى كريمي وفي منتهى الجمال. كفايه كده، انا مش عايزه اكتر من كده للسمك بتاعه. وبعد ما يبرد هوريكم بقى عامل ازاي. السمك ده حلو جدا مظبوط 100%. خلاص طالما عمل الفقاقيع دي بعد النشا وعمل القشره اللي على الوش دي، يبقى احنا كده تمام وهو استوى وبقى زي الفل. لازم يعمل الفقاقيع دي عشان ما يبقاش مايع كده معاكي. هنغرفه بقى في كوبايات كاسات، المتاح عندك اغرفي فيه. هروح انا بقى اغرف بقيه الحاجه وارجع لكم. ولازم وسيبي بقى حبه كده في اللي انت هتعمليه بالمانجا. سيبيه سيبي حبه منه فوق الوش. انا مش هعمل اللي بالمانجا الا اللي هيتاكل، عشان المانجا احنا عارفين ملهاش روح خالص. ممكن تحمض معاكي. وهحطها ساعه التقديم بس. يعني انا سيبته يبرد تماما. وقت ما كنا هناكل بقى قمت حطيت الكريمه وحطيت فوقيها المانجا ويتاكل في ساعتها. انما الباقي اللي شيلته في التلاجة سيبته زي ما هو ساده كده. وقت الاكل عملت نفس الموضوع اهو. بالكيس الحلواني كده هتعملي طبقه كريم شانتيه عادي، ضرباه بميه ساقعه سايب جايباه من عند العطار. هتحطي طبقه كريم شانتيه على الوش وترصي بقى فوقيها المانجا بالطريقه اللي انت عايزاها. هترصيها شرايح مفيش مشكله، هترصيها مكعبات، حريتك الشخصيه. انا عامله هنا مكعبات وعامله شرايح بس يا جماعه. مديه طعم وتست رائع. حتى لما بياكلوش عندي رز بلبن كلوه بالطريقه دي.
وخصوصا الولاد ما بيملوش قوي للحاجة اللي فيها لبن، بس لو عملت لهم الرز بلبن بالشكل ده هيعجبهم جدا. انا كملت بقية الوش بالكريمة اهو، حطيت اهو، وهرص بقى ايه شرايح المانجا زي ما انت عايزة وبالطريقة اللي انت عايزاها. هي هتغرز بقى كده معاكي في الكريمة وهتمسك نفسها وهتمسك فيها وهتبقى الدنيا تمام، ما تقلقيش. بعد ما نخلصها دلوقتي بقى هفتحه معاكم وتشوفوا، دوقوا احلى رز بلبن ممكن تاكلوه. ممكن تخافوا منه عشان كمية الكريمة والقشطة والحاجة، لا لا، بس فعلا طبق رائع اهو. ده خلصته كده وده كده خلصت التلاتة دول اللي هم اللي هناكلهم، عملت 4. حطي بقى كده وردة كريمة فوق الوش بالشكل ده اهو. عملت واحد رابع اهو، عملته ده بقى بمكعبات المانجا، برضو جميل جدا جدا. هو عامة تحفة 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 اهو. بالشكل ده شكله النهائي كان كده. هنفتح بقى مع بعض دلوقتي واحد وتشوفوا القوام بتاعه عامل ازاي اهو يا جماعة. يلا بقى نفتح واحد روعة. بصوا انا بشيل المانجا عشان اهم حاجة اطلع لكم بشيل المانجا والكريمة وبطلع لكم عشان اوريكم القوام بتاعه رائع. كريمة بالظبط، جميل جدا، مش ماسك. رز بلبن يعني طبيعي بتاعه الناجح ما بيبقاش الماسك ده، بقى طعمه وحش المليان نشا اهو بقى. وخدي بقى قطعة مانجا وحتة كريمة، حاجة كده من ورا العقل. بصوا القوام تحفة. لو عجبتكم طريقتي في الرز بلبن بالكريمة والمانجا جربوها، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.